السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ احلى برام كوارع بورق العنب. هنشوف مع بعض اتعمل ازاي، بس قبل ما نبدأ هنصلي على سيدنا محمد. هنا حبايبي انا منقع الكوارع في المحلول الملح بالدقيق، واللي حابب يشوف المنقوع ده بيتعمل ازاي يروح على فيديو الفراخ بالبطاطس، هيفيدكوا قوي. يعني بيتعمل المنقوع ده للكوارع، بتتعمل للحمام، الفراخ، بتتعمل للبط. حلو قوي قوي قوي، بينزل اي زفاره. بنسيبها من نص ساعه لساعه، بس انا هنا كنت سايباها ساعه في الكوارع. تمام. يلا بينا، هنا هنبدا الفيديو على طول. اللي ما عمليش اشتراك يعمل لي اشتراك، اللي ما عمليش لايك يعمل لي لايك، هتشجعوني اكبر بيكو. يلا بينا نصلي على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يلا بينا نبدا. انا هنا حطيت ميه في الحله، وبخرط هنا بصله كبيره، بصله تكون حلوه كده زيكم يا امارات. تمام. و... وانتوا يعني وانتوا بتخرطوا البصل تكونوا غاسلين ايه الكوارع من المحلول اللي انا قلت لكم عليه. ماشي. طيب هنا هنحط بقى معلقتين ملح صغيرين او 3 صغيرين حسب الرغبه. معلقتين فلفل اسمر صغيرين. هنحط معلقتين سكر صغيرين. السكر ده انا بحطه في كل حاجه. طيب هنحط ورق لورا، حبهان، جوز الطيب. مش بنحط بهارات كتير هنا في الشوربه، يا دوبك ملح وفلفل اسمر. السكر ده انا بحطه بس كده عشان ايه يسوي بسرعه. وهنا بقى هننزل بايه بالكوارع، بس بعد طبعا ما تكون الميه ايه سخنت خالص قبل ما تغلي كده، نروح حاطين ايه الكوارع. انا هنا نسيت اصور لكم ان انا حطيت معلقتين طماطم مبشوره، حطيتها في الشوربه، بتدي طعم تحفه تحفه تحفه. تمام. هنا بقى يلا بينا نحضر ايه خلطة المحشي. انا بقى في تريكات معينة بعملها. هنا انا حطيت شوية زيت على النار، وحطيت ايه كنت عاملة في الكبة 4 بصلات كبار. تمام. انا هنا بقى ايه مش هحمرها، يعني انا هنا هخليها تدبل. هخليها تدبل واخد منها معلقتين كده على جنب، وهقول لكم ليه بعد كده. بص حبايبي، هنا الكاميرا فصلت. انا بعد ما البصله اتعملت تمام، انا شلت معلقتين على جنب وحطيت معجون الطماطم. مش طماطم من اللي انا بعمل، انا حطيت معجون. حطيت معلقه كبيره قوي معجون طماطم على البصله ذات نفسها، وفضلت اقلب 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 يجي 3 دقايق كده. الطماطم بالبصل بتخلي البصل لونها محمر زي العسل. وبعد كده بقى نزلت اهو بالطماطم اللي انا وريتها لكم، حطيت بقى ايه معجون برضو عليها. تمام. يبقى نحط البصله نشيل معلقتين على جنب، بعد كده نحط معجون طماطم على البصلة ذات نفسها، ونقلب شوية كده. بعد كده نحط ايه الصلصة، صلصة الطماطم اللي احنا ضربناها في الخلاط او اللي انتم مخزنينها. تمام. هنا بقى فضلت اقلب اقلب، وانا كنت هنا مخزنة دي كانت متلجة، فحطيتها من الفريزر على النار على طول. وايه هغطيها دلوقتي عشان ايه الصلصة تفك مع على النار كده. هنا بقى هبدأ احط البهارات. حطيت معلقة بابريكا، وادي الملح، فلفل اسمر. دي بقى بهارات المحشي بتجيبوها من عند العطار. بهارات المحشي تحفة يا جماعة، تحفة 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 في الأكل بجد والله العظيم. حطوا اللي انتوا عايزينه، 3 4 معالق صغيرين براحتكم، معلقتين كبار لو معلقة كبيرة. قلبوا بقى كويس. تمام. وطبعا انتوا حاطين سنة سكر عشان الحموضة بتاعة الطماطم، بس غطوها بقى. غطيتها هنا عشان خاطر ايه التلج. ماشي. ادي الرز اللي احنا غاسلينه. انا بغسل رز المحشي يا جماعه، في ناس ما بتغسلوهوش وده غلط، بيبقى فيه دقيق كتير وهيمسك في بعضه جوه. وادي الطماطم، هسيب معلقه في الحله عشان اعمل بيها الشوربه. المعلقتين البصل اللي انا قلت لكم عليهم
شايلهم على جنب، حطيتهم برضو. وبعد كده هروح بقى احط الخضرة دي انا جايباها فريش وضربها برضو في الكبة. خطوات سهلة قوي على فكرة. انا خلاص حطيت الخضرة على بعضها، نفس البهارات اللي حطيتها في الصلصة على النار هحطها برضه على الناشف هنا اهوت، على الخضار فلفل اسمر وبهارات المحشي وسنة ملح. تمام. وهنا انا بحط دبس رمان على يعني على المحشي، بالذات في ورق العنب بيدي طعم خرافة وروعة. ويا جماله يا جماله، يعني مش عارفة اقولكوا هو بيبقى عامل ازاي طعمه، تحفة. حط 3 معالق كبار، معلقتين كبار، حطوا اللي انتوا عايزينه حسب الكمية. قلبوا 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 كويس قوي 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 لحد ما كل حاجة كده ايه تدخل في بعضها. بالذات دبس الرمان يا جماعة بيدي مزازة روعة روعة. وعايزة اقول لكم المحشي كان لونه احمر قوي، بس برضو الكاميرا ظلمة كل حاجة. هنا بقى احنا بنلف ورق العنب، عارفين العروق اللي بتبقى ظاهرة دي بتبقى من جوه، الناعم هو اللي بيبقى من بره. بنقفل من الجنبين الاول وبعد كده ايه بقى نبرم. وعايزه اقول لكم حاجه، إيه اللي مش عارف ازاي يحدد طول المحشي؟ طول المحشي بعرض المحشي الرز وانتوا بتحطوه. يعني انتوا مثلا عايزينه الطويله، يبقى تحطوا كده الرز طولوها. عايزينه مثلا تخينة طخنوا الرز كمية كبيرة بس انا هنا بحبها بتبقى طويلة ورفيعة. بص انا بعمل ايه، هي كده طويلة. فاهمين حاجة؟ يلا هسيبكم على الفيديو بقى وتشوفوا انا ايه كنت بلف المحشي وتشوفوا ان وكان عندي يعني كام ورقة كده حطيتهم في الارض في الارضية بتاعت البرام، وخرطت طماطمايه ورشه ملح وفلفل اسمر ايه عليهم وسايباهم. وهنا بدأت ايه ارص هنا بدأت ارص المحشي. بصوا، لوحة فنية والله العظيم، لوحة فنية، حاجة واو. جربوا يا جماعة المحشي ده، انا والله العظيم جوزي انبهر بيه اساسا. اتاكل كله قسما بالله. بصوا بقى هنا الشوربة زي العسل ازاي والله العظيم ريحتها كمان اساسا. جوزي كان نايم وشم الريحة وهو نايم اساسا بيقول لي ايه الريحة الحلوة دي. انا حطيت 3 كبشات شوربة كوارع، ودي مرقة انا عاملاها مية، وحاطة فيها مرقتين مكعبين مرقة لحمة. تمام. وحاطة فلفل اسمر وعصرة ليمونة، نص ليمونة كده. وحطيت فيها المعلقة الصلصة اللي انا كنت سايباها بس. وبعد ما غلت بقى حطيتها ايه على بقية الورق العنب. بنبقى سايبين صبع بس من فوق. بصوا بقى ورق العنب لما طلع عامل ازاي. وطبعا انا رصيت الكوارع فوق البرام. وهنا نكون خلصنا الفيديو، ودي الكوارع. عايزه اقول لكم يا جماعه هي دايبه خالص، ودي ورق العنب القمر اللي انا عاملاه، تسلم ايدي. ماشي، تنسوش بقى تعملوا لي اشتراك، وتنسوش تعملوا لي لايك، وقولوا لي رايكم في التعليقات، وجربوها على ضمانتي. يلا اشوفكم على خير في فيديو جديد. باي.